السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ وحشني جدا جدا. فرحانه بجد ان انا رجعت لكم تاني. اتمنى تشاهدوني تاني وتتابعوا قناتي، ان شاء الله اجيب لكم وصفات سهله وجميله. وبدات لكم بوصفه البسكويت السهل جدا جدا وطعمه تحفه تحفه بجد. يلا بينا على الطريقه والمقادير. اول حاجه دي بيضه وفانيليا سهله، ومعانا من معلقتين لتلات معالق زبدة، ودي اختيارية يعني لو كده ممكن زيت بس. وده لبن بودر محمصاه، وده ليه طعم خطير في البسكويت. وعندنا ديت كوباية الا ربع سكر، يعني 200 جرام لو بالمقادير. ودي كوباية برضو الا ربع زيت، مش مج كبير يعني. وده بقى هيتحط على الدقيق رشة ملح ونص معلقة بودر. تمام. اول حاجه بنجيب الزبده، ويا ريت تكون طريه عشان هي كان جامده معايا شويه وغلبتني، نفكها في الميكرويف وكده. هنحط عليها السكر اول حاجه ونبدا نقلبها بالراحه. قلبوها كويس وبعدين نبدا اضربوها في المضرب. هي غلبتني صراحه شويه وفكيتها تاني في الميكرويف. لما فكيتها بقى نعمت كده وبقت حلوه. هنحط بقى عليها البيضه طبعا نحاول تبقى بدرجه حراره الغرفه. وبدل حطينا البيضة هنحط الفانيليا عشان تدينا الطعم بقى الحلو كده. تمام. هنبدأ بقى نضرب تمام لحد ما البيضة تختفي معانا. آه هي الوصفة سهلة جدا على فكرة وطعمها جميل وما تكسلوش يعني. هحط بقى الزيت، والزيت ده بيخلي البسكوتة فعلا ناعمة وطرية ماشي. وممكن الوصفة دي تعمل بزيت فقط. هنحط بقى اللبن النيدو ده، وده لبن متحمص على البوتاجاز في طاسه تيفال عاديه جدا ما فيهوش اي حاجه، وبيدي طعم جميل قوي. وانا عايزه اقول لكم لو مش متوفر ممكن نحط مثلا عسل اسود يدينا اللون الحلو ده، او كراميل لو صوص كراميل. هنحط بقى على الدقيق البودر وذرة الملح طبعا. والدقيق دوت من نص كيلو ونبدأ بقى نخلط. ولو لقيناها طرية العجينة، لان هما دلوقتي كان نص كيلو او اقل بحاجة بسيطة، فزودت لها تاني. تمام. نبدأ بقى نقلب بالراحة كده. طبعا الدقيق عشان متحمص، اللبن عشان متحمص مدينا اللون الجميل دوت للبسكوتة، والريحة الحلوة كمان. في الخبز بقى بعد كده ريحته جميلة. انا رجعت زودت دقيق تاني. انا عايزة اقول لكم يعني ظبطوها بحيث ان هو في الاخر يبقى العجينة ملمسها حلو، يعني نقدر نعملها ونشكل منها اهي. شوفوا في الاخر بعد ما عجنتها بقى وظبطتها، وبتتعمل على طول مش بنسيبها تريح ولا اي حاجه. شوفوا أو يعني هتاخد معاكم ان تقدري تشكليها. طبعا كان عندي المنقاش دوت، واي شكل اي منقاش عندكم اي حاجه ممكن تعملي لها حفره في النص يعني وتحطي فيها شوكولاته. يعني حاجات بسيطه بنفرح بيها اولادنا في البيت. بس نبدأ بقى نرصها. انا عايزه اقول لكم طلعت جميله جدا، وطلع شكلها ما مسحتش ولا اي حاجه، المقادير مظبوطه بالشعره. وطعمها تحفه. اتمنى ان انتوا تجربوها، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اتمنى ان انتوا تشتركوا. ويا ريت تتابعوني ان شاء الله راجعه لكم بوصفات جميله وحلوه ومميزه جدا. وبالهنا والشفا مقدم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.